كلمة إنا لله أكتر حاجة ممكن تسلي قلبك وتعوضك عن شيء فقدته أو حبيب غالي راح منك. استشعار معنى إن كل حاجة إحنا معانا مش ملكنا أصلا، ده بيهون كتير. لأن ببساطة من أكتر الحاجات اللي بتوجع هي إن إحنا بنفتكر إن الحاجات اللي معانا أو الأشخاص اللي موجودين في حياتنا ملكنا، بتوعنا، كل حاجة بتاعتي ملكي. لا، الله سبحانه وتعالى لما بيعطينا النعم بيعطيها لنا هدية وبيسخرها لخدمتنا. الله سبحانه وتعالى لما بيعطينا ناس بنحبهم برضو بتبقى نعم موجودة ولكنها هدية ومنحة. فكرة إن هي ملك لله سبحانه وتعالى فده بيهدي القلب كتير من فقد الحبايب وفقد الأشياء الغالية علينا. علشان كده الله سبحانه وتعالى يعلمنا إن وقت المصيبة أول حاجة لازم تفتكرها إنا لله. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أول حاجة تفقدها أول ما تصيبك كارثة، حاجة مصيبة كبيرة جواك، تفقد حد غالي أو تفقد حاجة غالية عليك، على طول تفتكر إن أنت والحاجة اللي فقدتها ملك لله سبحانه وتعالى. تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتفتكر إن الحاجة اللي فقدتها دي أصلا ما كانتش ملكك. على طول تسترجع وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون.